اخواتي وحبايبي جمهور ماستر بيس فيلم، النهارده هنلخص لكم فيلم اثاره وتشويق من اعماق الديب ويب عن شاب بيتورط مع اخطر عصابه في الانترنت المظلم. ويلا بينا بسرعه نبدا في فيلم النهارده، بس قبل ما نبدا عايزين لايك واشتراك للقناه علشان يوصل لكم كل ملخصاتنا. بيبدا الفيلم مع شاب اسمه ماتس وهو بيفتح اللابتوب بتاعه، وبيبان انه مش عارف كلمه السر لدرجه انه بيجرب اكتر من كلمه سر لغايه ما بيقدر يفتحه، وبمجرد ما بيفتحه بيسجل كل حساباته عليه، وبعدها بيدخل على برنامج لتعليم لغه الاشاره، واللي بيكون عباره عن انك تكتب اي جمله والبرنامج بيترجمها ليك بلغه الاشاره وكمان بالذكاء الاصطناعي. واول ما بيلاقي البرنامج فعلا شغال معاه بيتصل على صاحبته واللي بيكون اسمها مايا، واللي اول ما بترد عليه بيكون باين عليها انها متضايقه جدا من ماتس، فبيقول لها ماتس انه محضر لها مفاجاه، وبيشغل البرنامج وبيتكلم عليه والبرنامج بيحول كلامه للغه الاشاره. وقتها بنعرف ان مايا من الصم والبكم، وان ماتس حمل البرنامج علشان يقدر يتكلم معاها بطريقه اسهل. وبدل ما مايا تفرح بتتضايق من اللي عمله ماتس، وده بسبب انها مش بتكون فاهمه حاجه من البرنامج بسبب سرعه اللغه، ده غير انها بتكون شايفه ان ماتس مش بيديها اي وقت ولا بيهتم بيها. فبيحاول ماتس انه يفهم اللغه بتاعتها لكنه مش بيقدر لانها بتتكلم بسرعه، وعلشان كده بتتكلم معاه في الشات. فبيحاول ماتس انه يهديها ويفهمها انه عمل كده علشان يعرف يتواصل معاها، فبتسيبه مايا وبتقوم من قدام اللابتوب. وبمجرد ما مايا بتمشي بتفضل المكالمه شغاله، فبيرن ماتس عليها مره تانية لكنها مش بترد، في نفس الوقت اللي بتجيله رساله من اصحابه واللي بيعرفوه انهم هيتصلوا عليه مكالمه فيديو. فبيبعت ماتس لمايا وبيقول لها انه هيكلم اصحابه، وبيطلب منها انها اول ما تشوف رسايله ترد عليه. وبعدها بيتصل ماتس على اصحابه واللي بنعرف ان هم دايمون وايجي وسيرينا وناري واليكس، وبيسلموا على بعض وبيبداوا يتكلموا. وقتها بيلاحظ اصحاب ماتس ان كاميرا جهازه بقت افضل بكتير من الاول، فبيقول لهم ماتس انه اشترى لابتوب جديد وان ده سبب جوده الكاميرا اللي بقت احسن. في الوقت ده بيلاحظ ماتس ان في رسائل بتجيله من على اكونت فيسبوك متسجل على اللابتوب، ولما بيفتح الاكونت بيلاقيه باسم نورا سي، وبيلاقي عليه رسائل كتير جدا من بنات بيسالوها هيتقابلوا امتى. ومن ضمن الرسائل دي بيلاقي رساله من بنت لغتها مختلفه، ولما بيترجم ماتس الرساله بيلاقيها انها بتساله عن ميعاد تذاكر الطيران اللي هيبعتها ليها. فبيتجاهل ماتس كل الرسائل وبيخرج من الحساب. وقتها بيعلق اللابتوب وبيخرج من مكالمته مع اصحابه. فبيدخل ماتس لدايموند صاحبه وبيقول له ان جهازه بيعلق كل شويه، ولان دايموند عنده خبره في مجال الالكترونيات بيبعت له اسم برنامج وبيقول له يستخدمه، وبيعرفه ان البرنامج ده هيمسح له اي ملفات ملهاش لازمه على الجهاز. ولما بيفتحه ماتس بيلاقي ان مساحه التخزين فعلا مليانه، وبيشوف ملف كامل مخفي على الجهاز. ولما بيفتح الملف بيلاقي فيه فيديوهات كتير جدا، والفيديوهات دي بتكون عباره عن ناس كتير في بيوتهم وكأن حد مخترق كاميرات اجهزتهم وبيراقبهم. فبيحتفظ ماتس بالملف وبيرجع يتصل على اصحابه مره تانية. ساعتها بيكون في رسائل كتير بتوصل لماتس من الحساب اللي متسجل على الجهاز اللي باسم نورا سي، ولكن ماتس بيتجاهلها كلها ومش بيرد على اي رساله فيهم، لغايه ما بتجيله رساله من بنت اسمها اريكا. والغريبه انه مش بيلاقي ايقونه مسح الرساله، وعلشان كده بيضطر انه يدخل ويشوفها، وبيتفاجئ ان اللي بيكلمه يبقى صاحب حساب نورا سي، وبيتهم ماتس انه حرامي وانه سرق اللابتوب بتاعه. في البدايه بينكر ماتس وبيقول له انه اشترى اللابتوب ده وما سرقهوش، لكن بعد ما بيلاقي نفسه اتكشف بيعترف انه فعلا سرق اللابتوب، وبيتفق مع صاحب اللابتوب انه هيروح ويسيبه في المكان اللي اخده منه. وبعدها بيقفل حساب نورا سي وبيقول لاصحابه انه هيروح مشوار بسرعه وراجع تاني. لكن قبل ما يتحرك بيلاقي رساله من اكونت مجهول اسمه شارون، وبيقول له شارون انه شغله المره اللي فاتت عجبه جدا، وعلشان كده قرر انه يشتغل معاه مره تانية وكمان حول له فلوس العمليه. وبيكون شارون مش عارف ان اللابتوب اتسرق، وبيكون فاكر ان هو بيكلم صاحب حساب نورا سي. ولما بيساله ماتس عن طبيعه الشغل بيقول له انه ما ينفعش يتكلموا على الفيسبوك، وبيطلب منه يكلمه على برنامج النهر. وقتها بيفتكر ماتس انه شاف برنامج مخفي على الجهاز بنفس الاسم، فبيروح وبيفتح البرنامج، وساعتها بيلاقي شاشه متحركه بتغطي شاشه اللابتوب كله، وده بيخلي ماتس يقلق ومش بيكون فاهم ايه اللي بيحصل. وقتها اصحابه بيلاحظوا ان ماتس قلقان وبيسالوه عن اللي بيحصل معاه، فبيشارك ماتس شاشه جهازه معاهم وبيشوفوا الخلفيه الغريبه اللي عليه. وساعتها بيقول له دايمون ان ده برنامج من برامج الدارك ويب اللي بيتم استخدامه في المحادثات السريه. وقتها بيعترف لهم ماتس انه سرق اللابتوب، وبيحكي لهم عن شارون اللي دخل كلمه وطلب منه يفتح برنامج النهر. ولما بيدوروا عن اسم شارون بيعرفوا ان اسم من اسماء ملوك الجن، ده غير انهم بيكتشفوا ان اسم نورا سي هو اسم شارون ولكن مقلوب. فبيعرض لهم ماتس الفيديوهات اللي شافها على الجهاز، فبيقول لهم دايمون ان دي فيديوهات تجسس بتتعرض على الدارك ويب. في الوقت ده بتظهر شاشه محادثه غريبه على الشاشه، وبيتكلم شارون وبيقول له انه حول الفلوس على الحساب. ولما بيفتح ماتس الحساب بيلاقي فيه 10 مليون دولار، فبيتصدم ماتس واصحابه من المبلغ الضخم اللي اتحول. وبعدها بيقول له شارون حاجه غريبه جدا، وبيقول له انه عاوز حفره في الجمجمه، لكن قبلها لازم يخرج عينيها من مكانها ويوريها له. ساعتها بيترعب ماتس واصحابه من كلام شارون،
التليفون، واصحابه بيطلبوا منه انه يقفل البرنامج بسرعه، وفعلا بيقفل ماتس البرنامج من غير ما يرد عليه. ولما بيبعت له اكونت نورا سي انه وصل للمكان اللي هيتقابلوا فيه، بيتجاهل ماتس كل رسايله، وبيفضل يفتش في اللابتوب لغايه ما بيلاقي ملف تاني من الفيديوهات المخفيه. ولما بيفتحوا ماتس بيتفاجئ الكل ان الفيديوهات كلها لبنات مخطوفه بيتم تعذيبهم بطريقه مختلفه، وبيكون اخر فيديو فيهم لبنت وهي في بيتها. وقتها بيتسلل واحد مجهول وبيدخل من شباكها وبيقف قدام الكاميرا، فبيستنتج ماتس واصحابه انها الضحيه الجديده، وان البنت دي هي اللي شارون عاوز يعذبها بالطريقه اللي قال ماتس عليها، وعلشان كده بعت الفلوس. في الوقت ده بيحس ماتس انه خايف على مايا، وعلشان كده بيتصل يطمن عليها. ولما بيتصل بيها اختها هي اللي بترد عليه، وبتقول لماتس ان مايا في الحمام وانها جت تقعد معاها شويه. وفجاه بتفصل كاميرا مايا، ولما بترجع مره تانية بيتصدم ماتس لما بيشوف واحد واقف ورا اختها، وقبل ما يلحق يحذرها بيخنقها المجرم وبيسحبها بره البيت. وبيرجع المجرم يقعد قدام الكاميرا. وقتها بنعرف ان المجرم ده يبقى صاحب حساب نورا سي اللي هو صاحب اللابتوب، وبيتكلم مع ماتس في المحادثه وبيقول له انه الدور الجاي هيكون على مايا، وبيطلب منه انه يخلي مايا تجيله البيت، وانه هيكون ماشي وراها، ولما توصل مايا عنده هيكون وصل معاها، وساعتها هياخد اللابتوب ويسيب له مايا بدون ما يأذيها. وبيحذره انه لو فكر يغدر بيه باي طريقه هتكون مايا الضحيه، وانه هيقتلها بدون تردد. وبعدها بيمشي من بيت مايا. ساعتها بيكون ماتس مرعوب وبيحس انه فعلا دخل في مشكله كبيره ومش هيقدر يخرج منها. وساعتها بتقول لهم ناري انهم لازم يبلغوا البوليس، وبتعرفوا انها هتخرج تقابله عند المترو وهتروح معاه لمركز الشرطه في نفس الوقت اللي بتوصل فيه رسائل لماتس من نورا سي، وبيهددوا ان لو اي حد من اصحابه خرج من المكالمه او حتى بعد عن الكاميرا هيعتبروا انه بيتصل بالشرطه، وساعتها هيقتل مايا. فبيخاف ماتس على مايا وبيحاول يهدي اصحابه، لكنهم بيكونوا مصممين يتصلوا بالشرطه، وعلشان كده بيضطر ماتس انه يكذب عليهم، وبيقول لهم ان كل اللي حصل ده كان مجرد لعبه جديده بيشتغل عليها. في البدايه بيكونوا مش مصدقين اللي بيقولوا، لغايه ما بيقدر يقنعهم انها لعبه رعب كان بيشتغل عليها من فتره، وانهم اول ناس يجربوها، وانه رفض يعرفهم انها لعبه من البدايه علشان يقدر يشوف ردود افعالهم الحقيقيه. في نفس الوقت بيلاقي ماتس رساله من اكونت نورا سي اللي بيكون مراقب مكالمته مع اصحابه، وبيقول له ان ناري باين انها لسه مش مقتنعه بكلامه. وفعلا ساعتها بتساله ناري ازاي قدر يوصل لفيديوهات من الدارك ويب، فبيحاول ماتس انه يتهرب من السؤال، وبيقطع كلامهم صوت تليفون أليكس اللي بتستأذن منهم علشان تروح تتكلم مع والدتها. وقتها بيرجع ماتس يتصل بمايا مرة تانية، وبيعتذر لها لأنه ضايقها، وبيطلب منها إنها تجيله البيت لأنه محتاجها في موضوع ضروري. فبتوافق مايا وبتقول له إنها هتجيله دلوقتي. وبعدها بيروح ماتس يدور عن اسم إريكا، وبيكتشف إنها مفقودة من فترة، وإنها تبقى نفس البنت اللي شافها في آخر فيديو واللي شارون عاوز يقتلها. فبيقرر ماتس إنه يحاول ينقذها قبل ما تموت، وعلشان كده بيحول كل الفلوس اللي في حساب نورا سي على حسابه. وأول ما بيعمل كده صاحب حساب نورا سي بيتصل عليه بسرعة، وبيسأله عن اللي عمله وإزاي يتصرف بتهور بدون ما يرجع له. فبيهددوا ماتس إنه لو قرب لمايا أو إريكا مش هيرجع له فلوسه، وبيعرفوا إنه لو عاوز فلوسه لازم يسيب إريكا الأول. لكن نورا سي بيكون خايف لأن كده ماتس باللي عمله بيورطه مع مديره واللي هو شارون، وبيقول لماتس إنهم دلوقتي هيعرفوا إن اللابتوب مش معاه، وده هيخليه هو كمان يتعرض للخطر. في نفس الوقت بيلاقي ماتس اللابتوب دخل في برنامج النهر لوحده، وبيلاقي رسالة من شارون رئيس نورا سي، واللي بيكون لسه فاكر انه بيكلم نورا سي. فبيسألوا شارون عن كود التأكيد بتاعه علشان يتأكدوا من هويته وان هو فعلا نورا سي. وبعد نقاشات كتير ما بين ماتس ونورا بيقرر نورا انه يديله الكود، وفعلا بيكتب ماتس الكود. فبيسألوا شارون عن السبب اللي خلاه يسحب الفلوس. وقتها بيقول نورا لماتس انه يقول له انه حولها لعملة البيتكوين، وساعتها بيصدق شارون كلام ماتس وبيقفل المحادثة معاه. ولما بيرجع ماتس يتكلم مع اصحابه بيلاقي ناري بتقول له انها دورت عن إريكا، وانها طلعت فعلا بنت مفقودة، وده معناه ان كل اللي بيحصل حقيقي مش مجرد لعبة. في نفس الوقت بيتفاجئوا بشارون داخل معاهم في المكالمة، وبيفتكر واحد من اصحابه ان ماتس لسه بيخدعهم، لكنهم بيتصدموا لما بيلاقوا حساب أليكس بيتهكر قدامهم. وبتظهر أليكس وهي واقفة فوق السطح، وبيجي واحد من وراها وبيزقها فبتقع ميتة فورا. وبيترعب الكل من اللي بيحصل لدرجة انهم مش بيكونوا مصدقين ان ده حقيقي. وقتها بتتكلم مايا مع ماتس وبتقول له انها وصلت للمترو، فبيطلب منها انها تفضل فاتحة المكالمة معاه لغاية ما توصل. وبيرجع ماتس يكلم اصحابه اللي بيكونوا في حالة رعب، وبتقول ناري انها لازم تتصل بالشرطة. ساعتها بيقرر ماتس يعترف لهم بالحقيقة، وبيقول لهم ان كل اللي حصل ده كان حقيقي مش مجرد لعبة، وانه اتورط في شبكة من الدارك ويب. وزي ما واحد منهم قتل أليكس، في واحد دلوقتي بيراقب مايا ومستني انه يقتلها مع اول تصرف غلط منهم، وبعدها هيقتل فيهم واحد ورا التاني. وعلشان كده بيطلب منهم ان محدش يتصل بالشرطة، وان بمجرد ما مايا توصل عنده هيرجع اللابتوب لنورا سي، وبعدها هترجع كل حاجة زي ما كانت. وبيعرض عليهم انهم يلعبوا سوا علشان يعدوا الوقت لغاية ما مايا توصل. وفعلا بيبدأوا يلعبوا مع بعض لغاية ما بتقوم ناري وبتقول انها رايحة الحمام. ساعتها بيدخل
بيدخل شارون في المكالمة مرة تانية، والمرة دي بيعرض معلومات عن صاحبهم إيجي، وبيجيب كل فيديوهاته من على قناته على اليوتيوب، وبيظهر إنه هكر جهازه وإنه اتصل بالشرطة من عنده وكلمهم ببرنامج ذكاء اصطناعي وغير صوته لصوت إيجي وبيعترف لهم إنه إرهابي وعايز يسلم نفسه. في نفس الوقت بتوصل الشرطة لبيت إيجي بقوات خاصة، ولما بيقرب إيجي من الباب علشان يفهم الشرطة اللي بيحصل بيضربوا عليه نار فورا وبيقتلوه قدام أصحابه، وده بيخلي الباقي ينهار أكتر. وقتها بتعترف سيرينا إن ناري رايحة لمركز الشرطة علشان تبلغ باللي بيحصل، وفجأة بتقطع الكهرباء عند سيرينا وبتظهر قدامها على الشاشة أمها المريضة في المستشفى، ومن الناحية التانية بتظهر ناري وهي في محطة المترو، وبيبعت لها شارون رسالة بيخيرها فيها بين أمها وناري وإن واحدة منهم لازم تموت، لكن سيرينا بتكون منهارة ومش بتقدر إنها تتكلم، وفجأة بتفصل كل الأجهزة عن أمها وبتموت، وحتى ناري بيظهر شخص من وراها وبيرميها قدام المترو وبيقتلها. وقتها بترجع الكهرباء عند سيرينا وبيظهر واحد وراها وبيقتلها هي كمان، ومش بيفضل غير دايمون وماتس بيقرر إنه يخرج بسرعة علشان يلحق مايا. وأول ما بيخرج ماتس بيتكلم دايمون مع شارون وبيقول له إن معاه كل الأدلة ضده، وإنه لو فكر يقتله هتتبعت كل الأدلة اللي معاه للشرطة. لكن وقتها بيتفاجئ دايمون بنورا سي وهو داخل بيت ماتس وبيسيب إريكا فيه، وهنا بيفهم دايمون كل اللي بيحصل، وعلشان كده بيتصل بماتس بسرعة وبيقول له إن نورا واللي معاه كانوا مخططين لكل اللي بيحصل، وإنه ساب اللابتوب قاصد علشان ماتس يسرقه، وده علشان يحملوه كل الجرايم اللي بتحصل في الدارك ويب. في نفس الوقت بتتصل مايا بماتس وبيتفاجئ إنها راحت لمكان مهجور، وبتقول له إن هو اللي بعت لها اللوكيشن ده علشان يتقابلوا فيه، فبيطلب منها ماتس إنها ما تتحركش من مكانها وهو هيوصل لها في أسرع وقت. وساعتها بيكون واحد من المجرمين وصل لدايمون وشنقه في الحمام، وبيكتب رسالة على لسان دايمون بيعترف فيها إن هو وأصحابه دخلوا الدارك ويب وكانوا بينفذوا جرائم كتير، لكنه ما قدرش يستحمل الإحساس بالذنب وعلشان كده انتحر. وبنرجع لماتس اللي بيشوف مايا بتموت قدام عينيه بعد ما دخلت للمكان المهجور ومجرم هجم عليها وقتلها، وبينهار ماتس وهو شايف أصحابه وحبيبته اللي خسرهم كلهم في ليلة واحدة. وفجأة بيشوف ماتس إريكا في أوضته اللي بتفوق وبتقعد قدام اللابتوب وبتحاول تكلم أي حد علشان يساعدها، وبيظهر إن إريكا مصابة بنفس الطريقة اللي طلبها شارون. وقبل ما يفهم ماتس اللي بيحصل بتيجي عربية وبتخبطه بأقصى سرعة وبتقتله هو كمان. وقتها بيكشف كل واحد من المجرمين عن وشه قصاد لابتوب الضحية اللي قتلها من شلة ماتس وأصحابه. وقتها بيعلنوا عن انتهاء مهمتهم الجديدة. وبكده بيخلص فيلم النهاردة. لو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل ملخصاتنا. أشوفكم بخير.